تخيل انك تلاقي جريمة قتل من غير نقطة دم، مفيش صريخ، مفيش بصمات، مفيش حتى آثار كسر في الباب، وكاميرات المراقبة كلها واقفة في نفس اليوم اللي حصلت فيه الجريمة. هل دي صدفة ولا في حد بيخطط من وراء الكواليس؟ قبل ما نبدأ الحلقة يا أصدقائي، لو كنت من محبي المحتوى التاريخي والقصصي، القناة هنا هتعجبك قوي. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زرار الجرس علشان توصلك حلقاتنا الجديدة. وتعالوا بينا نكمل قصتنا. المطربة اللبنانية سوزان تميم، واحدة من أشهر الفنانات في وقتها، جمال وأناقة وصوت وكل الناس بتتكلم عنها، لكن ورا الكواليس كانت عايشة حياة مرعبة مليانة تهديدات وخوف وهروب من الماضي. في 28 يوليو 2008 سوزان كانت قاعدة في شقتها الفخمة في مارينا دبي في الدور العشرين لوحدها، عايشة بهدوء ورا كومباوند مقفول ومؤمن بأحدث وسائل الحراسة. في أحد الأيام الشغالة بتاعتها بتتصل بالشرطة، بتقول إن الست مش بترد وبقالها يومين مش بتفتح الباب والإنذارات كلها شغالة بس محدش طلع ولا نزل. الشرطة دخلت الشقة، أول ما فتحوا الباب الشقة هادية بشكل مرعب، لكن لما وصلوا غرفة النوم لقوا جثة سوزان على الأرض غرقانة في دمها، بس الجرح اللي في رقبتها مش جرح عادي، ده جرح دقيق جدا من نوعية الجروح اللي بيعملها محترفين في الذبح. الجرح عبارة عن قطع في القصبة الهوائية بشكل أفقي بطول 6 سم وبعمق 3 سم. يعني اللي عمل كده مش هاوي، ده حد درس التشريح أو اشتغل في الأمن والاستخبارات. لكن الأغرب من كده إن الجريمة كلها اتعملت من غير صوت، يعني يا إما اتخدرت قبل ما تتقتل أو إن القاتل فاجئها وهي نايمة أو دخل وهي تعرفه. مفيش آثار مقاومة، لا كدمات في الإيد ولا تحت الأظافر، وده معناه إن الجريمة حصلت بسرعة شديدة في ثواني. الكاميرات بتاعت العمارة كلها كانت واقفة ما عدا كاميرا واحدة بس على الباب الخارجي، وصدفت إنها جابت شخص غريب لابس بدلة أنيقة لكن ملامحه فيها حاجة غريبة. الدقن باين عليها إنها صناعية. دخل العمارة وخرج بعد 22 دقيقة بالظبط. الشرطة جابت اللقطات وابتدوا يدوروا على طريق الراجل ده من كاميرات الشارع لحد ما لقوا إنه ركب تاكسي، والتاكسي ده وصله لفندق 5 نجوم، ومن هناك بدأت القصة تكشف وشها الحقيقي. الشخص ده هو محسن السكري، ضابط أمن سابق في مصر وكان شغال وقتها في شركات أمن خاصة. بس إيه اللي يخلي راجل زي ده يسافر دبي ويقتل؟ الشرطة بدأت تحقيقات وبدأت من تليفونه وحساباته، ولما حققوا أكتر لقوا المفاجأة. محسن السكري استلم حوالات مالية ضخمة وصلت ل 2 مليون دولار وبتتنقل في حسابه على دفعات. مصدر الفلوس شركة استثمارية مملوكة لهشام طلعت مصطفى، راجل أعمال مصري معروف جدا، كمان ملياردير وكمان كان عضو في مجلس الشورى وقتها. التحقيقات كشفت إن هشام كان على علاقة سابقة بسوزان، علاقة حب أو مصالح الله أعلم، لكن لما سوزان قررت تسيبه وتهرب للبنان وبعدين لدبي، هشام أخذ ده على إنه إهانة وبدأ يراقبها وقرر إنه ينتقم باستعان محسن السكري، وقال له ببساطة أنا عايزها تختفي. السكري رتب خطة محكمة، استخدم جواز سفر مزور، دخل دبي تحت غطاء رجال الأعمال، ركب لحية صناعية، اشترى سكين خاص صغير في الحجم بس قوي جدا، ودخل العمارة بعد ما درس مواعيد الخروج والدخول لسوزان. في اليوم اللي كانت لوحدها فيه دخل الشقة ببطاقة إلكترونية مزورة أو مفتاح خاص عمله من نسخة قديمة. دخل الشقة لقاها في أوضة النوم وبهدوء تام استخدم شريط لزق وخنقها الأول عشان ما تصرخش، وبعد كده وهو واقف وراها غرس السكين في رقبتها بزاوية دقيقة، قطعت الشرايين بسرعة، وده يفسر إن الجريمة حصلت في ثواني ومفيش آثار خناقة. وبعد ما خلص شد الجثة شوية بالسجادة علشان يغطي آثار الدم وخرج بنفس الطريقة ورمى أدوات الجريمة في كيس زبالة وركب تاكسي كأن مفيش حاجة حصلت. لكن كل ده وقع قدام تفصيلة صغيرة جدا، تحويل مالي موثق من شركة تابعة لهشام طلعت للسكري. ومع تتبع المكالمات والمراقبة البنكية، الشرطة الإماراتية بالتنسيق مع الأمن المصري قبضوا على السكري، وبعد ما تحقق معاه انهار واعترف بكل حاجة. قال انه عملها بطلب من هشام وانه اتدرب على العملية واختار التوقيت ونفذها باحتراف، وكل ده مقابل الفلوس. هشام اتقبض عليه بعد شهور من التحقيق وتقدم للمحاكمة، وكانت من اكبر القضايا اللي هزت الرأي العام في مصر. وفي الاخر المحكمة حكمت على السكري بالاعدام وتخفف للمؤبد، وهشام طلعت خد 15 سنة وتخففت ل10 سنين بعد الاستئناف. القصة دي علمتنا ان مهما كان المجرم ذكي ومهما حسبها كويس دايما هيسيب غلطة وخيط صغير الشرطة بتعرف تمسكه منه. وساعات الغلطة ما تكونش في مكان الجريمة، بتكون في البنك او على ورقة او حتى لحية لزقها على وشه وافتكر انها مش هتفتحه. بكده يا اصدقائي نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، لكن قصصنا لسه ما خلصتش على كده. ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس التنبيهات علشان يوصلك اشعار بحلقاتنا. سلام.